السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، معاكم مستر محمد دمراوي مدرس الدراسات الاجتماعية بالإسكندرية. شرحنا الترم الأولاني وعدى جميل الحمد لله. بدأنا معاكم إن شاء الله صفحة جديدة اللي هو الترم الثاني، خليك معايا برضه، هنشرح المنهج كله، هنعمله مراجعات وهننزله أهم الأسئلة. تابعنا ويلا بينا. الدرس الأولاني عندنا اسمه النشاط الزراعي في العالم. أنا عندي زراعة، عندي تعدين، عندي صناعة، عندي درس او الوحده بتاعت الجغرافيا دي جامده جدا جدا. عايز اقول لك جغرافيا الترم الثاني سهله جدا. بص يا حبيب قلبي، النشاط الزراعي في العالم. يعني ايه نشاط زراعي؟ اول حاجه احنا الانسان عرف الزراعه منذ 5000 سنه. حصل يا مستر؟ طبعا انا عندي انشطه كتير جدا، او المصري زمان او المصريين القدماء او العالم كله مارس انشطه مختلفه على سطح الارض. ازاي يا مستر محمد؟ في مننا كان بيناشط، كان بيشتغل في الزراعه، وفي مننا كان بيشتغل في الرعي، وفي مننا كان بيشتغل بصيد الاسماك، فكتير مننا كان بيهتم بانشطه مختلفه. جميل. ولكن يا حبيب قلبي مع مرور الزمن تطورت عندي وظهرت عندي الصناعه والتقدم التكنولوجي مع مرور الوقت يا حبيب قلبي. طب بص معايا يا بابا، احنا عندنا دلوقتي النشاط الزراعي. اول ما تيجي تفتح المذكره بتاعتك او الكتاب يجي يقول لك بما تفسر، يا صلاه النبي، يعد النشاط الزراعي من اهم الانشطه الاقتصاديه اللي موجوده في العالم. للزراعه من اهم الانشطه الاقتصاديه يا حبيب قلبي اللي موجوده في العالم. هقول له الزراعه مهمه ليه؟ لو جيت سالتك انت قلت لك يا حبيب قلبي ليه الزراعه مهمه؟ هتقول لي اول حاجه مستر احنا بناكل. حصل، برافو عليك. وبرضه مستر مش احنا بس بناكل، ده في برضه الحيوانات بتاكل. هقول لك برافو عليك. مستر انا بستخدم ان انا بجيب قطن بعمل منه هدوم. هقول لك برافو عليك. يبقى انت كده بالعقل يا حبيبي يعد النشاط الزراعي من اهم الانشطه الاقتصاديه. خلي بالك، خليك فاكر الترم الاولاني قلت لك اقتصاديه اي حاجه بتجيب كتمنص، ركز بالله عليك. طيب، فاذا النشاط الزراعي من اهم الانشطه الاقتصاديه اللي موجوده في العالم. بما تفسر؟ تعتبر النشاط الزراعي من اهم الانشطه الاقتصاديه الهامه في العالم. هقول لك يا حبيب قلبي لانه مصدر رئيسي لسه قايل لي لغذاء الانسان. حصل، والحيوانات. يبقى مصدر رئيسي لغذاء الانسان. حلو قوي. بجانب على فكره ممكن تاكل حضرتك خضار، تمام، ممكن تاكل سمك، وممكن تاكل لحمه. يبقى اذا مصدر رئيسي لغذاء الانسان بجانب اللحوم والحيوانات او الاسماك والحيوانات. اتنين، مصدر للماده الخام. يعني ايه يا مستر مصدر للماده الخام؟ انا دلوقتي رحت اشتري هدوم، الهدوم دي مصنوعه منين؟ من القطن، والقطن مزروع، وطالما مزروع يبقى اذا القطن بستخدم في صناعه الملابس. تمام. بلاش عندي برضه يا مستر محمد ممكن اقول لحضرتك يا بيه بلاش قطن، ممكن اقول لك دلوقتي قصب السكر. حضرتك لما بتخش المطبخ عايز تحلي كوبايه شاي بتحليها ازاي؟ بتمسك عود قصب؟ لا، عندي قصب سكر بصنع منه سكر. حلو. المطاط الطبيعي، مطاط بستخدم منه اطارات السيارات. يبقى اذا مصدر للماده الخام. حلو، هرجع لها تاني. 3، اول ما الخروف بيقول ماء بتقول له مفيش برسيم، يبقى يرتبط به تربيه الحيوانات. برافو عليك، يرتبط به تربيه الحيوانات. يبقى اقول له اول حاجه مصدر رئيسي لغذاء الانسان بجانب الاسماك والحيوانات. 2، يرتبط به تربيه الحيوانات. 3، مصدر للماده الخام. لازم تقول له مصدر للماده الخام. ايه يا مستر الماده الخام؟ مثل الالياف اللي هو اللي باخد منه القطن والكتان والجوت. الياف خيوط. 2، ويدخل في صناعه المنسوجات. لسه قايل لك قصب السكر وبنجر السكر يدخل في صناعه السكر، والمطاط الطبيعي لسه قايل لك يدخل في صناعه اطارات السيارات. طب يا مستر انماط الزراعه، ايه هي انواع الزراعه؟ انواع الزراعه حبيب قلبي ليها كذا نوع. عندنا نوعين من انواع الزراعه. عندي انواع الزراعه، الزراعه البدائيه اللي هي البسيطه. الزراعه البدائيه، بدائي، راجل بدائي ما بيعملش حاجه، بيمسك فاس، عنده ارض صغيره حبيب قلبي، بيضرب الفاس بيطلع المحصول بتاعه. راجل بدائي. حلو كلمه بدائي، ها؟ طيب، الزراعه البدائيه لازم يكون لها اماكن انتشار. يعني الناس بتزرع فين؟ في الزراعه البدائيه يا حبيبي بنزرع على هوامش الغابات الاستوائيه، يعني على اطراف الغابات الاستوائيه. يبقى اول حاجه على المناطق الحاره، على هوامش الغابات الاستوائيه. قال لي مناطق حاره، على الحاره. يبقى اذا طالما قال لي زراعه بدائيه يبقى قال لي مناطق حاره. فين يا عم المناطق الحاره؟ على هوامش الغابات الاستوائيه، يعني عند خط الاستواء. يجي يقول لك ما هي الزراعه التي تزرع على هوامش الغابات الاستوائيه؟ هقول له زراعه بدائيه. ركز معايا. 2، خصائصها. انا قلت لك بدائيه يبقى الناس بتعمل بيها، عدد كبير ولا عدد قليل؟ انت اللي هتقول. زراعه بدائيه، واحد يمسك ابنه يقول له تعالى يا ابني انا وانت ننزله على الحقل او ننزله على الارض بتاعتنا،
يبقى يعمل بها عدد قليل من السكان. يبقى اول حاجه يعمل بها عدد قليل يا حبيب قلبي من السكان. طالما زراعه بدائيه يبقى بستخدم فيها اساليب بدائيه، يبقى استخدام اساليب بدائيه بسيطه. 3، طالما اساليب بدائيه وطالما 1 و2 بيستخدموا الارض الزراعيه او بيشتغلوا فيها، يبقى اكيد المساحه بتاعتها ضيقه، يبقى ضيق مساحه الاراضي الزراعيه. طيب، وتمارس او بتوفر احتياجات السكان دون وجود فائض للتصدير. بمعنى انا دلوقتي بزرع، او انا دلوقتي راجل بدائي بزرع عشان اكل انا وعيالي، عايز ابيع ادي لغيري وابيع؟ لا، يبقى بتوفر احتياجات السكان دون وجود فائض للتصدير. تاني، بتوفر احتياجات السكان دون وجود فائض للتصدير. يبقى لما يجي يقول لي وضح او دلل خصائص الزراعه البدائيه اللي هي الزراعه البسيطه، يعمل بها عدد قليل من السكان، ديك مساحه الاراضي الزراعيه، بستخدم فيها اساليب بدائيه. تاني يبقى يعمل بها عدد قليل من السكان، بستخدم فيها اساليب بدائيه، ديك مساحه الاراضي الزراعيه، بتوفر احتياجات السكان دون وجود فائض للتصدير. حلو قوي. اهم المحاصيل بتاعتها موز، ذره، كثافه، يام. كثافه مش كثافه، موز، ذره، كثافه، يام. يبقى الموز والذره والكثافه واليام. وده كده الزراعه البدائيه سهله. خش على الثانيه، عند الزراعه المتقدمه. والمتقدمه نوعين، خلي بالك، الزراعه المتقدمه نوعين، كثيفه وتجاريه وعلميه. كثيفه يعني ايه يا حبيبي؟ كلمه كثيفه هتقول لها مستر كثيفه يعني كتير، هقول لك شابوه، انت صح، كتير. يبقى لما يجي يقول لي يشمل الزراعه المتقدمه نوعين، هقول له الزراعه المتقدمه نوعين، يا اما كثيفه، خلي بالك لا مؤاخذه، يا اما كثيفه اهيت، يا اما تجاريه وعلميه. يبقى اذا هي نوعين، يا كثيفه يا تجاريه وعلميه. طب ابدا معايا يا عم الزراعه الكثيفه. كثيفه يعني ايه؟ يعني كتير. يعني انا بزرع ياما؟ برافو عليك. يعني هي زراعه الارض الزراعيه بشكل مكثف؟ بقول لك صح، زراعة الأرض الزراعية بشكل مكثف، أي زراعة الأرض الزراعية أكثر من مرة في العام الواحد. زراعة الأرض الزراعية أكثر من مرة في العام الواحد. زراعة الأرض الزراعية أكثر من مرة في العام الواحد بهدف إشباع حاجة السكان المحليين دون وجود فائض للتصدير. زي مين؟ الزراعة البدائية. الناس دي برضو مش عاوزة تتاجر، عدد السكان زاد، وطالما عدد السكان زاد يبقى إذن عايزين يوفروا حاجتهم هم بس يا حبيب قلبي. طيب، يبقى إذن هي زراعة الأرض بشكل مكثف أكثر من مرة في العام الواحد، ومن هنا لإشباع حاجة السكان الغذائي اللي هم المحليين دون وجود فائض للتصدير. الزراعة البدائية كنت بزرع على هوامش الغابات الاستوائية، أما الزراعة الكثيفة بزرع في المناطق الحارة. خليك معايا، مناطق حارة ومعتدلة، حارة ومعتدلة، ركز معايا، حارة ومعتدلة. خصائصها طبعا بتتطلب فيها ايدي عامله وفيره. هنا بتعوز يا حبيب قلبي ايد عامله وفيره. ليه بتعوز ايدي عامله وفيره؟ ايد عامله وفيره عشان بتقوم بكذا مرحله. بما تفسر تتطلب الزراعه الكثيفه الى ايدي عامله وفيره لانها تقوم بعده مراحل. واحد بيحط البذره، والتاني بيروي الارض، والتالت بينقي الحشائش. معايا، بزرع حبوب، ري الارض، تنقية حشائش. بزرع حبوب، ري الارض، تنقية حشائش. يبقى تتطلب الزراعة الكثيفة، خلي بالك، تتطلب الزراعة الكثيفة الى ايدي عاملة وفيرة لانها تحتاج الى ايدي عاملة وفيرة لانها بتقوم بعدة مراحل. ايه هي المراحل؟ بزرع حبوب، ري الارض، تنقية حشائش. بص يا حبيبي معايا، تتطلب الى ايدي عامله وفيره بما تفسر. هنا السؤال ده بيقول لك بما تفسر اهو، لانها تتم من خلالها عمليات عديده. بذر البذور، ري الارض، تنقيتها الحشائش. مهم جدا السؤال ده، والسؤال امتحان يصعب فيها طبعا استخدام الاله. ما بعرفش استخدم فيها الاله بسبب ان المساحه بتاعتها ضيقه. برافو، المساحه بتاعتها ايه؟ ضيقه، مش عارف استخدم الاله والماكينه، عشان كده بتعوز ايد عامله وفيره. اصحى للكلام. يصعب فيها استخدام الآلة بما تفسر لضيق الأرض، مساحة الأراضي الزراعية. تزرع طبعا أكثر من مرة في العام الواحد عشان تكفي حاجة سكاننا. مستر، أهم المحاصيل القمح والرز والقطن. قمح، رز، قطن. قمح، رز، قطن. ركز معايا واحدة واحدة. يبقى اذا دي كده الزراعه الكثيفه، سهله جدا ما فيهاش حاجه. هي زراعه الارض بشكل مكثف، عشان كده كثيفه يعني اكثر من مره في العام الواحد لاشباع حاجه السكان المحليين. بزرع فين؟ في المناطق الحاره والمعتدله. خصائصها تتطلب الى ايدي عامله وفيره. ليه ايدي عامله وفيره؟ لانها بتقوم بعده مراحل. بزرع حبوب، ري الارض، تنقية حشائش، او بذر البذور.
وري الارض وتنقيط حشائش. مستر بستخدم فيها آلة؟ لا ما بعرفش استخدم آلة. صعوبة استخدام الآلة بسبب ضيق مساحة الأراضي الزراعية. مستر بزرع أكثر من مرة؟ بزرع أكثر من مرة. آخر حاجة بزرع قمح قطن ذرة، قمح وقطن ورز، قمح قطن رز. وده كده الزراعة الكثيفة التجارية والعلمية. زراعة تجارية وعلمية، جاي من اسمها حبيبي، تجارية وعلمية. مستر يعني ايه تجارية وعلمية؟ بتاجر، ببيع، بشتري، باخد فلوس، بعمل اللي ما بيتعملش. تمام؟ ناس دماغها شغالة مش بتنام، مش عايزة تأكل شعبها، عايزة تجيب فلوس وبس. تجارية بتتاجر، وعلمي يعني بيستخدموا أساليب تكنولوجية. طيب كل هدفها حبيب قلبي هو الانتاج التجاري الضخم. شكرا يا مستر، انتاج تجاري ضخم، يبقى كل هدفها الانتاج التجاري الضخم. يبقى الزراعه التجاريه والعلميه هي الزراعه الواسعه التي تهدف الى الانتاج التجاري الضخم. يجي سؤال يقول لك ما هي التجاره التي تعتمد على الانتاج التجاري الضخم؟ هقول له هي التجاره الزراعه التجاريه او العلميه. زراعه تجاريه وعلميه. مستر طب اماكن انتشارها؟ انا عندي اماكن انتشارها مهمه جدا. بص يا حبيبي، جنوب شرق اسيا لوحدها، جنوب شرق اسيا بيزرعوا لي مطاط وشاي. امريكا شماليه خاصه الولايات المتحده الامريكيه يعني بتزرع ايه؟ اول حاجه القمح والقطن. ها، اوروبا قمح. ايه اوروبا دي؟ اوروبا قصدي قمح بس. طيب يبقى انا دلوقتي يا حبيب قلبي ركز معايا، اماكن انتشارها 3. فين اماكن انتشارها؟ انا قلت لك البدائيه في المناطق الغابات الاستوائيه على هوامش الغابات الاستوائيه. الكثيفه قلت لك في المناطق الحاره والمعتدله. اما التجاريه مين اللي بيتاجر؟ تعالى معايا، جنوب شرق اسيا مطاط وشاي، بيزرعوا مطاط وشاي بيتاجروا فيهم. حلو. امريكا الشماليه واللي هي في الولايات المتحده الامريكيه بيزرعوا لي قمح وقطن. اما في اوروبا قمح بس، وده مهم جدا يا حبيب قلبي. يجي يقول لك في التجاريه والعلميه تتركز اوروبا او تهتم اوروبا بزراعه محصول، هقول له القمح. خصائصها تتم في مزارع واسعه، طبعا في مناطق واسعه، تتخصص في محصول واحد. كلنا بنزرع، انت بتزرع وانا بزرع وهي بتزرع، كله بيزرع محصول واحد. ليه؟ للانتاج التجاري الضخم. لما كلنا نزرع يا حبيبي يكون عندنا انتاج تجاري ضخم. طب يا مستر بهدف الانتاج التجاري الضخم بستخدم فيها احدث الالات والطرق العلميه، عشان كده اسمها الزراعه تجاريه وعلميه. وهذا يقلل من قله التكاليف وقله العماله. ما بعوزش عماله. ليه؟ لان المساحه بتاعتي واسعه. يبقى انا دلوقتي ما بستخدمش فيها عماله عشان المساحه بتاعتي واسعه. زي المطاط، كل المحاصيل دي، المطاط والقمح والقطن والشاي، عشان قلت لك شاي ومطاط وقمح وقطن. فهمت يا حبيبي؟ وده كده الزراعه التجاريه والعلميه. انا كده اتكلمت على انماط الزراعه. مستر محمد ما تيجي تكلمني كده على اهم المحاصيل؟ هقول لك تعالى. الموارد الزراعيه، انا عندي محاصيل غذائيه، حاجات باكلها. زي ايه؟ حضرتك ممكن تاكل القمح والرز والذره، ويا سلام لو عايز تشرب كوبايه شاي سكر زياده، يعني قصب سكر وبنجر سكر، دي اسمها محاصيل سكريه. حلو الكلام. يبقى انا بتغدى ايه او بناكل ايه؟ قمح، رز، ذره، سكريه، قصب سكر، بنجر سكر. محاصيل الالياف اللي انا باخد منها خيوط، قطن كتان جوت، والخيوط قطن كتان جوت. ايه الخيوط؟ قطن وكتان وجوت. قال لي قطن كتان وجوت. حلو قوي. محاصيل ذات طبيعه خاصه، محاصيل سبيشال، بعملها باتيكيت. ايوه سبيشال، ايوه صح والله. المطاط والشاي والبن. الله، يلا بينا نبدا، يلا بينا نبدا. هناخد بعض المحاصيل، يعني هناخد القطن وهناخد القمح وهناخد الذره وهناخد المطاط والشاي. دول اللي هنتكلم عنهم ان شاء الله. يلا بينا حبيب قلبي، بسم الله. اول محصول خالص هو القمح والذره. القمح هقسم لك كله واحده واحده. القمح يعد الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. القمح غذاء رئيسي. دي غذاء رئيسي لمعظم شعوب العالم، حيث يصنع منه الخبز والمكرونه والحلويات. حلو قوي. يزرع او يدخل في صناعه الخبز، العيش والمكرونه والحلويات. ما فيهاش حاجه صعبه. الكيكه حضرتك، صينيه الكيكه. يبقى هو الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم، حيث يصنع من الخبز والمكرونه والحلويات. موجود فين؟ اول ما اقول لك يا حبيبي اسيا تقول لي الصين والهند. شكرا. يبقى اذا موجود. لو اولى القارات قال لي اولى قارات العالم انتاجا له هو اسيا، خاصه دولها الصين الاولى، الهند الثانيه، لازم الترتيب. يبقى اولى قارات اسيا، اولى الدول الصين، خلي بالك، ثم الهند. وامريكا الشماليه طبعا في الولايات المتحده الامريكيه.
يبقى اذا لو جه قال لي اولى الدول انتاجا للقمح، اقول له اولى الدول الانتاجا للقمح. مستر محمد قال لي القمح اسيا. لو قال لي قارات قال لي دوله، الصين والهند، الصين الاولى والهند، ثم الولايات المتحده الامريكيه. اما الذره، الذره حبيب قلبي بستخدم علف للحيوانات بس، لا حبيبي بيستخدم غذاء للانسان. المشكله طب يا مستر موجود فين؟ امريكا الشماليه، ويستخدموا، بص معايا، امريكا الشماليه في الولايات المتحده الامريكيه عندهم نسبه كبيره جدا من الذره، هناكلوه هيدوا شويه هنا وشويه هنا. طب والباقي؟ قال لك تعالى لما اقول لك الباقي هناخدوه ونصدروه. يبقى اذا الباقي بيصدروا منه للخارج، يعني بيستخدموا اللي بيستخدموه والباقي بيصدروه. هم مين؟ الولايات المتحده الامريكيه. محصول الذره، يبقى القمح يعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم، ويدخل في صناعه الخبز والمكرونه والحلويات. الذره يستخدم كعلف للحيوانات وغذاء للانسان. ما هو المحصول التي يستخدم علف للحيوانات؟ هقول له الذره. خلي بالك توجد حبوب غذائيه اخرى مثل الارز والشعير والسمسم والفول السوداني. عندي محاصيل سكريه، ودي مهمه جدا جدا يا حبيبي. محاصيل سكريه، قصب سكر وبنجر سكر. قصب السكر المحصول الاول لانتاج السكر، بنجر سكر المحصول الثاني لانتاج السكر. بيجي في الامتحان، الحاجات دي بتيجي في الامتحان، مفيش قلق خالص. قصب السكر المحصول الاول والاساسي لانتاج السكر. يزرع قصب السكر في المناطق الحاره والمعتدله. الحاره ويحتاج لحراره مرتفعه، وطالما بيعوز حراره مرتفعه بيعوز مياه وفيره. حران محصول صيفي، محصول صيفي، ركز، محصول صيفي. انت لما تكون حران بتعوز ميه كتير. يبقى اذا يزرع قصب السكر في المناطق المداريه الحاره عشان صيفي، ويحتاج لحراره مرتفعه ومياه وفيره. يزرع قصب السكر في كل قارات العالم ما عدا قاره اوروبا. خلي بالك، ابوس ايدك، ابوس ايدك، مهمه جدا. اشمعنى في اوروبا؟ عشان اوروبا مناخها معتدل. يبقى اذا قصب السكر بيزرع في كل قارات العالم ما عدا قاره اوروبا. قصب السكر بيزرع في كل قارات العالم ما عدا قاره اوروبا. ليه؟ لان اوروبا المناطق المعتدله البارده. طب اولى الدول المنتجه لقصب السكر؟ قال لي اولى هي البرازيل. ارجع البرازيل، مهمه جدا، والبرازيل في امريكا الجنوبيه. طيب والهند والصين؟ الله، برازيل هند صين؟ لا والنبي. يبقى اولى الدول المنتجه لقصب السكر هي البرازيل. سهله قوي. طيب بنجر السكر المحصول الثاني لانتاج السكر، لسه قايله لك. مستر يحتاج الى جو ايه؟ معتدل. يبقى اذا اللي كان بيعوز مناخ معتدل هي مين يا حبيبي؟ لسه قايل لك. هي فين؟ قال لي اوروبا. وطالما قلت لك اوروبا يبقى اذا اولى الدول المنتجه عندي امريكا الشماليه. اولى القارات، واستخدم ايه ده؟ لا ثواني اللي احنا طلعنا على فوق. اولى الدول يا حبيبي هي اوروبا، خلي بالك معايا. يبقى عندي اوروبا عندها بنجر سكر. فين في اوروبا؟ انا عايز تعرف فرنسا، ودي مهمه جدا. فرنسا ودي مهمه جدا جدا جدا. يبقى اولى الدول انا عندي لو قال لي قاره هقول له اوروبا. فين؟ هقول له في فرنسا. مهمه، بالله عليك ركز. طيب وعندي في امريكا الشماليه، وعندي في مناطق كتير جدا، بس عايزك تاكد معايا على اوروبا. طيب يا حبيبي ركز معايا. عايز بعد كده اعرف عندي محاصيل ثالثا محاصيل الالياف. الالياف اللي انا باخد منها خيوط يا حبيبي. ايه هي محاصيل الالياف؟ قال لي محاصيل الالياف زي القطن. حلو. والقطن بينتج منه الخيوط. عظيم. طبعا ملابس، والتي يستخدم في صناعه اجود انواع الملابس. قطن بدخل في صناعه اجود انواع الملابس. اكيد طبعا يا مستر انت بتهبد. الملابس طبعا والمنسوجات، وبستخرج منه زيت بذره القطن والاعلاف. مهمه جدا جدا جدا. بص يا حبيبي يلا. يبقى انا دلوقتي ينتج منه الخيوط، اكيد طبعا، ويستخدم في صناعه اجود انواع الملابس. اجود انواع الملابس، خلي بالك. والمنسوجات، يبقى القطن بيدخل في صناعه الملابس والمنسوجات. ومصدر استخلاص الزيت والاعلاف. خلي بالك يا حبيبي، استخلاص زيت وبذره خلي بالك، زيت اسمه زيت بذره القطن والاعلاف. زيت بذره القطن، ركز معايا، زيت بذره القطن. طيب القارات والدول المنتجه. بص يا حبيب قلبي من غير ما تتعب قلبك، لو قال لي اولى القارات هقول له اسيا. اسيا لوحدها حبيبي بتنتج ثلثي الانتاج العالمي. طب بص معايا، موجود فين في اسيا؟ الصين والهند. نحفظ بقى اسيا يبقى الصين والهند. في كل حاجه يا مستر؟ لا مش في كل حاجه، بس في معظم الحاجات. امريكا الشماليه تاني القارات انتاجا لها. امريكا الجنوبيه ثالث القارات.
افريقيا رابع القارات، ولما اقول لك افريقيا تقول لي مصر والسودان، لان مصر والسودان فيهم اجود انواع القطن اللي هو القطن طويل التيله، لان معظمه من طويل التيله، وطبعا احنا خدناها من سنه رابعه. يلا حبيبي، اسيا الصين والهند، امريكا الشماليه ثاني، امريكا الجنوبيه ثالث، افريقيا الرابع. شكرا. هات يا حبيب قلبي اللي محاصيل ذات طبيعه خاصه. المطاط ده بستخرج منه في صناعه او بيدخل في صناعه اطارات السيارات. فين يا مستر اطارات السيارات دي؟ ايوه العجل العربي، عجل اللي هو الكاوتش العربيه يا حبيبي. ده بستخرج منه عصاره اشجار الاستوائيه، تصنع منه اطارات السيارات وصناعات اخرى. طب اهم القارات لما اجي اقول لك اولى القارات هي اسيا، هتقول لي الصين والهند، اقول لك لا، المطاط ما فيهوش الصين وهند. ركز معايا، المطاط موجود في تايلاند. فين يا مستر؟ المطاط موجود في تايلاند اهي. اولى قارات اسيا، لكن اولى دولها تايلاند، واولى دول العالم. اولى دول العالم الانتاجا للمطاط يا حبيب قلبي هي تايلاند. طيب ثاني قاره هي افريقيا، قال لي فيها دول، هقول لك ما فيهاش دول، هتاخدها ان شاء الله حبيبي وهقولها لك ان شاء الله بعد كده. الشاي، الشاي ده برضو من المحاصيل ذات طبيعة خاصة، يبقى المطاط يدخل في صناعة إطارات السيارات. أما الشاي، قال لي الشاي موطنه الأصلي هو شرق آسيا. بص يا حبيبي، الشاي موطنه الأصلي في شرق آسيا. يا مستر إيه اللي بيميزه؟ قال لك مش أي مكان بزرع فيه شاي، مش أي مكان بزرع فيه شاي. موطنه الأصلي شرق آسيا، وخدناها فوق طبعا، آسيا الصين والهند طبعا. أشجار دائمة الخضرة، حلو. موطنه الأصلي شرق آسيا. هل بيعوز مناخ مختلف؟ أكيد طبعا، بيعوز مناخ حار، وبيعوز تربة خصبة خفيفة، تربة خصبة خفيفة، وهواء رطب، ومياه أو مطر غزير. هواء رطب أهوت ومطر غزير. يبقى أهم شروط زراعة الشاي، هقول له تربة خصبة، مناخ حار، هواء رطب، مطر غزير. موطنه قلت لك الشاي موجود في الصين، اولى دول العالم انتاجا للشاي. يبقى اولى دول العالم انتاجا للشاي يا حبيب قلبي هي اولى القارات اسيا، اولى الدول الصين. ركز معايا، قارات اسيا، دول الصين. يبقى انا اتكلمت على المحاصيل ذات طبيعه خاصه، مطاط والشاي. مطاط تايلاند، الصين في اسيا. الصين دولة في آسيا، تايلاند دولة في آسيا، تمام؟ وده كده المحاصيل ذات طبيعة خاصة. يبقى أنا اتكلمت على كل المحاصيل، اتكلمت عن المحاصيل الغذائية، واتكلمت عن المحاصيل السكرية، واتكلمت على محاصيل الألياف، واتكلمت عن محاصيل ذات طبيعة خاصة. أنا كده اتكلمت عن الأربع محاصيل اللي عندي، وده كده أول درس، ده كده الترم الأولاني. أول درس لذيذ جدا وجامد جدا جدا، خلصناه على خير. كده احنا ان شاء الله هنخش على الدرس الثاني وهنخلصه مع بعض المنهج واحده واحده. بس ما تنساش حضرتك يعني تدعمنا شويه عشان الموضوع كده ايه، نعرف نعمله فيديوهات جامده. وانتظرونا ان شاء الله الحصه القادمه، هنتكلم على الدرس الثاني في الجغرافيا. السلام عليكم.